شادية محمد أحمد تاريخي، أمينة المرأة بالمجلس الأعلى للجالية في جمهورية مصر العربية، نائب رئيس جمعية المرأة السودانية، نائب رئيس المركز السوداني لتطوير سيدات الأعمال، مؤسس أسرة سنابل للقرآن الكريم، وأنا في معية أسرة سنابل وأعضائها، وعلى رأسهم الأستاذ عماني بشير أستاذ القرآن الكريم بتفسير العلوم. هتكلم عن ملتقى المرأة السودانية بدعوة من جهاز المغتربين العاملين بالخارج واتحاد المرأة السودانية. سافرت أنا وزميلتي عفاف أحمد أبو زيد ممثلة المرأة بالنادي العام اسكندرية. الملتقى كان عبارة عن 3 أيام. كان أول يوم الافتتاح كان مشرفه سعادة السفير ماجد سوار الأمين العام لجهاز المغتربين والوزير المفوض، وكان عبارة عن كلمات تخص الملتقى. كان المفروض تحضره السيدة الأولى حرم رئيس الجمهورية فوق خالد، اعتذرت لظروف مرضية. كان الافتتاح بكلمات في الملتقى، وكان الملتقى رقم 13 عن المرأة المهاجرة، وكان بيتخللوا بعض الشعر وبعض الأغاني. اليوم الثاني كان عبارة عن 3 ورقات شكل ورش عمل. كان الحضور 250 مغتربة. قدمنا 3 ورقات، من ضمنها أنا عن جمهورية مصر العربية، وأستاذة زميلتي عن أستراليا، والثالثة كانت عن اليمن. كانت ورقتي عبارة عن قضايا المرأة المهاجرة. اتكلمت فيها عن الهجرة بصفة عامة، وعرفت الهجرة هنا كانت هجرة المرأة بالذات من 49 عام، خاصة لبلاد الإمارات والسعودية. والمرأة يعني من زمان هاجرت واشتغلت وأدت ولاء كبير ببيتها وبأسرتها. فالورقة كانت بتتضمن قضايا المرأة السودانية. طلبت منها بكذا توصية رفعناها للأمين العام وللحرم الرئيس كانت راعية للملتقى ده. وكان اليوم الختامي حفل اختتام في جهاز المغتربين. اليوم الثاني برضه كان شمله حفل العشاء في بيت رئيس الجمهورية من حرم الرئيس. استقبلت 250 مغتربة في حفل العشاء، استلمت التوصيات، وأنا كان مخرجاتي للتوصيات. اتكلمت عن التعليم ومشاكله في المدارس السودانية، وربط الشهادة باستخراج الشهادة بالخدمة الإلزامية، ودي قابلت فيها نائب رئيس الوزراء والحمد لله اتحلت، والشهادات تقريبا وصلت سفارة السودان. واتكلمت عن التمويل الأصغر وتوفيره بالذات للمرأة السودانية، ورحب به الأمين العام وقال بالنسبة للشباب بيجوا في مجموعات بيدوهم من لغاية 20,000. إذا كانوا مجموعة 5 مثلا بيدوهم 100,000. في مشروع اسمه مشروع 70 يوم للزراعة، يدوهم مكان يسكنوا فيه ويزرعوا ويحصدوا ويبيعوا في خلال 70 يوم. وشجع إنه الشباب يرجعوا، وإذا في مرأة برضه هترجع ما في مشكلة، هيوفروا لها تمويل أصغر عشان تبدأ بمشروعها. لكن بالنسبة للتمويل خارج البلاد بيدرسوا في الحالة، لأنه قلت لهم مصر مثلا جالية كبيرة وفيها مواد خام وفيها سيدات منتجات لكن ينقصهم رأس المال. فدي تحت الدراسة حينفذوها إن شاء الله للسيدات، لكن للشباب بيطالبون بأنهم يدخلوا البلد ويشتغلوا داخل السودان. اتكلمت عن التأمين الصحي، وبرضه ده تحت الدراسة. شركة شيكان إن شاء الله هتيجي تنفذ لنا تأمين صحي بضمان جهاز المغتربين وسفارة السودان. هنا يكون لنا تأمين صحي في العمليات وفي التحاليل وفي الأشعات يسوى بالسودان. اتكلمت عن فرص الحج وزيادتها، وبرضه ما عندنا عمرة هنا، هيعملوا لنا عمرة مع السفارة إن شاء الله. هيكون في عمرة وفي زيادة لفرص الحج عشان نطلع جروبات سودانية من داخل جمهورية مصر العربية. اتكلمت برضو عن الإسكان الشعبي، إن إحنا لازم يدونا فرص في السكن الشعبي زينا زي أي مرأة وأي رجل داخل السودان. فبرضو سافر الأمين العام للمجلس الأعلى، هيواصل في الموضوع ده، وهيكون لنا حصص في الإسكان الشعبي وفي قطاع الأراضي الفئوية تخص أي سودانية مقيمة في جمهورية مصر العربية. اتكلمت ثاني عن في فرص الحج ذات للسودانية المتزوجة من مصري، لازم المصري يمنح فرصة حج مع زوجته
والعكس تماما برضه. السوداني المتزوج من المصرية لازم المصرية تمشي تبعا لزوجها، عشان كان ده ما منفذ هنا. فكان يعني التوصيات تقريبا يمكن 14 من التوصيات، في منها حيز التنفيذ اللي هو حينفذوا لنا ان شاء الله في القريب العاجل التأمين الصحي والإسكان الشعبي والتعليم. مشاكله انتهت، وقالوا ادونا مدرسة هنا ودفعوا لها مقدم 6 شهور. حطوهم كل المراكز السودانية حتبقى مدرسة سودانية موحدة، حيكون لها أساتذة مؤهلين ومدربين من السودانيين، وتستمر تجمع كل أولادنا هنا في مدينة مصر العربية. عنده سؤال كده يذكرني أو واصل. بالنسبة للمغتربات أو المهاجرات اللي بيجوا يزوروا الخليج وكانت أقل من فوق ال 18 سنة. دي برضه شمل التوصيات. في بنات بيهاجروا من 18 ل 25، فدي يعني رفعوها لوزارة الداخلية. المفروض هي ما تدي تمنح التأشيرة إلا بعد دراسة الطالبة مسافرة للغير وكفيلة هناك. حتى بالنسبة للتاجرات برضه عشان ما يشينوا لسمعة السودان، فلفتنا نظرهم يعني كانت معانا أستاذة مقدم ما متذكر اسمها، فكانت معانا ضمن الملتقى طرحنا عليها إنه ما يمنحوا تأشيرة لأي واحدة عايزة تيجي في مصر إلا يعرفوا هي الظروف شنو، ملامساتها شنو، يعملوا لها بحث اجتماعي عشان ما يمثلونا تمثيل سيء، عشان الحاجات اللي بتتعمل بنبيع أعضاء لأشغال في أشغال خارجية ما بتشبه السودانيات. فتكلمنا تطرقنا للنقطة دي ونظروا في أمرها ونفذوها. كان في واحدة من المناقشات هناك اسمها دكتورة خالدة، كانت مقيمة في السعودية أكثر من 40 سنة. كانت تتعرض، شافت سودانيات شغالات خادمات تتعرض للانتهاك وتتعرض لمشاكل من قبل السعوديين، فتكلمت في الحتة دي والحمد لله أصدر قرار فورا بوقف إنه ما في أي سودانية يمنح لها تأشيرة أو تمشي لعمل كخادمة في السعودية. دي يعني كانت على طول اتنفذت بعد الملتقى، أخذوا فيها قرار يعني وقفوا تأشيرة أي واحدة تمشي عشان تشتغل خادمة مرضية في دول غير. وتكلمت برضه إنه لازم يكون في تأهيل وتدريب للكوادر من السودانيات هنا وقيادات العمل العام، ويختارون بأي مؤتمر، وخاصة برضه المؤتمرات الإسلامية يكون لنا فيها حضور. ودي كانت رغبة من هنا من أسرة السنابل إن إحنا لازم نشارك في كل المؤتمرات وفي كل الحوار المجتمعي. وحتى تكلمت إن إحنا عندنا سيدات مؤهلات يعني عندهم ماجستير ودكتوراه، وما عندنا أي فكرة عن قوانين السودان ولا لنا شراكة في البرلمان. طالبت من إنه مثلا المرأة هنا في جمهورية مصر العربية يكون لها حضور ولها شراكة في كل المؤتمرات والبطولات في السودان. بصفتك انك نائب رئيس المركز السوداني لدور سيدات الاعمال، المركز ده عمل كده شيء والله المركز ده بس انا عرضت ان هو جزء من المركز الرئيسي، وقامت لي فرعيه هنا، ونحن يداب في طور التدريب والتاهيل للسيدات عشان نطلعهم من البطاقه البنيه للبطاقه البيضاء. يعني احنا في دور التاهيل ومحتاجين للتدريب والتاهيل، وطالبت به وقالوا ما يتوفر أو في إمكانياتهم حيرسلوا لنا ناس تدرب وتأهل عشان نبقى سيدات منتجات ونبقى سيدات أعمال إن شاء الله. بالنسبة للأسبوع الثقافي قبل شهر. أيوة صح، وطرحت طالبنا إحنا كمجلس أعلى بإنه يكون في أسبوع ثقافي، وأجازوا دي من ضمن الحاجات، أجازة يعني الأمين العام، وحيكون إن شاء الله مع شهر واحد مع يد الاستقلال هيكون في أسبوع ثقافي متكامل فيه معرض تراث حيجي من السودان، معرض مصور، هيكون فيه عروض مسرحية، رسائل للسودانيين هنا، ومسرح عرايس للأطفال باللهجة السودانية البحتة عشان نحكي سيرة بلدنا فيه، وده أجازوه. هيكون معرض كبير إن شاء الله أسبوع ثقافي هنترحل به القاهرة واسكندرية وأسوان ومحافظة الغناء الإسماعيلية وبورسعيد إن شاء الله.